النهارده هنعمل قطايف معاكم، وهنعمل السيرم بتاعها. 4 كوبايات سكر. ادي حطينا 1، ادي 2، 3، 4، هنحط كوبايتين ميه، كيس فانيليا. نقلب عليهم، مش هنقلبهم لغايه لما السكر يدوب شويه. وهنعمل القطايف، احنا هنعملها ساده مش هنحشيها حاجه. هنقفلها كده حلو ونقليها، وانا بقليها هوريها لكم. السكر داب اهوت، وانا هحط له بقى عصره ليمونه. عشر دقايق بقى وهطفي عليه. وهنا انا هعمل لون القطايف، الزيت يتقدح. هقفلها كده، ولا مكسرات ولا غير مكسرات، الحاجه غاليه. واحنا ايه بقى، نعمل على قد الايد. هتبقى جميله ناشفه وحلوه. انت بقى عندك مكسرات احشيها كنافه، ممكن عجوه، كل واحد ومقدرته. بس خلي بالك عشان ما تنشف تحطيها تقفليها وحطيها في الشنطه. وفي ناس بتحشيها جبنه تبقى حادقه. مش لما حطينا الليمون يطلع عريم كده نشيله. الناحيه المخرمه بتبقى من جوه، لو عندكم حشو هتحطوا الحشو من جوه وتقفلوها حلو. كله بقى طالع يقولك المكشكشه مش مكشكشه، كل واحد بيعمل على قده. المكشكشه دي حاجه غاليه قوي، وفيها يعني مكونات كتير بصراحه، مش اي حد هيقدر ان هو يعملها. بصوا حبايبي، احمرت اهي من ناحيتين. انا هطلعها احط في المصفى هنا، احطها في الزيت الاول. بعد كده نسقطها في الشربات. مقرمشه ازاي؟ لما نحطها في الشربات هتبقى مقرمشه برده، مش طريه كده ومعجنه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.
واحنا كل سنه طيبين عشان عيدنا، والشقق كلها مكركبه اليومين دول، كله بقى بيمسح وينفض عشان حاجات العيد. كل سنه وانتم طيبين. اخبار الفراخ ايه والبانيه واللحمه؟ احنا ما نعرفش الاسعار، قولوا لنا على الاسعار انتوا عامله ايه. هنفطر بقى ونعرف الاسعار الجديده الغاليه. هنا الشربات برد، انا هطلع بقى من الطاسه صفي من الزيت حلو، واحط على طول الشربات عشان برد. القطاف سخنه تبقى حلوه. بس تشرب منها ثانيه كده. نحط الطاسه كمان نقلي. طلعها بقى في المصفى بتاعها، تبقى قد المصفى عشان تصفي، عشان الشربات الزياده يتصفى. خليها بقى في المصفى كده تصفي كل الشربات الزياده، وبعد كده نرصها في الطبق. حبايبي اهو انا صفيتها في المصفى، وده شكلها النهائي. بصوا مقرمشه ازاي وجميله. كل سنه وانتم طيبين. شير بقى ولايك عشان الصفحه تكبر بيكوا بقى. باي باي.